السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، يومكم طيب وسعيد في حلقة جديدة من برنامجنا أصول المطبخ الليبي. معكم الشيف سما الكرلي ومعكم زكريا هوم. نرحب بكم ونواصل معكم في وصفاتنا اليوم. حتكون الوصفة الأولى اللي هي حتكون كيكة الأوقات السعيدة. كيكة الأوقات السعيدة هذه في كتابي في الجزء السابع دونتها وسميتها الأوقات السعيدة لأن كنا متجمعين نحن والأسرة في وقت كان سعيد فطلقنا عليها اسم الأوقات السعيدة. هي عبارة الكيكة أنا درتها بيضة ولكن هنا درتها لونها فيها كاكاو. في الكتاب لونها أبيض ولكن هنا طبعا بالكاكاو. عندي المقادير كيكة عندي هنا جهزتها اللي هي عبارة عن 4 بيضات حطيتهم في صحن، حطيت عليهن ملعقة كبيرة من الخل، حطيت عليهن اللي هو ملعقة من الفانيلا. خفقت البيض وبعدها قعدت نضيف بالتدريج كوب من السكر، بعدين ضفت عليها ربع كوب من الزيت، وبعدين ضفت عليها ربع كوب من الحليب وخفقت المقادير مع بعضن وضفت عليها تقريبا حوالي كبيتين أو كبيتين وربع من الدقيق. طبعا الدقيق ما نقدرش نقل المعيار لأنه يختلف الدقيق. عندي أيضا ملعقة كبيرة من الكاكاو، وبعدين أيضا عندي اللي هي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طبعا من شروط الكيك إن أول شيء إيقاد الفرن. هذا أول شرط لنجاح الكيك، إني نوقد الفرن قبل ما نبدأ في الكيك، لأن الكيك بدرجة حرارة ويبدأ في الرف الوسطاني والفرن موقود على 180 درجة مئوية من لوطة بس مش من فوق. ليش؟ والسبب لأن البيكنج باودر بالذات اللي موجود في الكيك ضروري يدخل للفرن مباشرة حتى يتم التفاعل، لأن فيه مواد كيميائية نحن نبغى الكيكة ترتفع عندنا. الكيكة حطيتها في الفرن خدت عندي تقريبا من حوالي من 35 إلى 40 دقيقة. اعتبرتها بصيغ من الخشب فطلعت عندي نظيفة، معناها الكيكة متاعي كويسة. هذه الكيكة هذا قوامها. ممكن نستخدموا الكيكة بالشكل هذا، تقطعيها أنت حسب ما تبي ترغبي هيك تقطعيها وتزينيها. ممكن نزينوها بالقنش اللي هو بنديروه توا، كيكة خفيفة وهشة ولطيفة، ولكننا اليوم حنحولها إلى اللي هي كيكة الأوقات السعيدة. ونعطي أيضا أخرى نحن ربات البيوت مفروض الحلو نبدأ به هو الأول، خاصة في شهر رمضان إذا كان نحن الفرن نبوه محتاجين له فنبدأ بالحلو. والسبب لأن الحلو أغلبية الحلو يوكل بارد، يعني نديره على التركين ونفتك منه ونبدأ بعدين في العشاء تاعي. هنا عندي الكيكة حنفتتها. أنا 10 كيلو بنيات صغيرة تعطيني الشغل هذا يتقنن لك، هيفتل لك الكيكة بسهولة ويبدأ عن طبعا يكون بعيد عن النار. يعني الأطفال والبنيات الصغيرات ممكن تدخلهم في الفقرة هذه اللي ما فيهاش قلي، ما فيهاش مثلا حاجة نخاف عليهم من النار. هنا نتفتت عندي الكيكة. الإضافات اللي هي هنا عندي تمر، هذه التمر حتى هو فتحتها وقطعتها عبارة عن شرايح صغيرة. هناخذ كمية من التمر حسب الرغبة، يعني التمر هو المقدار هذا ممكن نحطه فيه نص كباية من التمر، بما أنه موسم رمضان يكتر فيه التمر فالتمر ناكلوه حتى في الكيك يجي لذيذ جدا. عندي هنا بندق قطعتها أنصاف، حمصته محمص قبل طبعا دي قطعته أنصاف. حتى تحميص المكسرات راهو يبي دقة في الفرن وما تسيبيش يتعدي، يبي تقليب من وقت إلى آخر على درجة حرارة متوسطة وتخليه برا، خليه يبرد وبعدين طبعا تخزنيه أو مثلا تستخدميه. أنا حناخده تقريبا ربع كوب من البندق، عندي ربع كوب من اللوز حتى هو المحمص وطبعا قسمته أنصاص أنا حنحطه. عندي الزبيب أنا أخذ تقريبا حتى هو ملعقتين كبار من الزبيب. هنا عندي العجن، ممكن نعجن شوية بحليب المحلى ونضيف معها الخيار القشطة. لو نبي مثلا الكيكة متاعي تطول معي فترة، مثلا عندي مناسبة حنعجن بالحليب المحلى بس. لو مثلا عندي كيكة نبي ناكلها في يوم أو 2 حنعجن بالقشطة لأن القشطة ما تتحملش واجد. أنا حخلط الكيك بالشكل هذا. أنا ممكن إضافة جوز هند حسب الرغبة. أنا حنضيف الحليب المحلى ونعجن، نشوف إذا كان محتاج نزيده أخرى، ممكن نزيده ملعقة كبيرة من القشطة حتى تتم عندي الكيكة. نشكلها في الطاجين ونشكلوها في الشكل كرات. حنضيفه ملعقة من القشطة ونخلطها إن شاء الله، وبعد الفاصل نرجعوا من جديد. عودنا لكم من جديد إن شاء الله. تو حنحطوا كيكتنا في طاجين. هذا طاجين ينفتح بالشكل هذا يرتفع. هو طبعا الطاجين هذا التارت، ولكن ممكن أي طاجين أنت عندك بايركس، أي نوع من الطاجين عندك في حوشك يديري فيه. حندير منها في الطاجين وحندير منها على شكل كرات. وفي طريقة أخرى ممكن لو عندنا قوالب السيليكون حتى هنا ندهن، ناخذ الفرشة وندهن القوالب السيليكون بالشوكولاتة كم مرة
ونديرها كحشوه، وبعدين ندخلها للثلاجه، وبعدين نحط عليه طبقه من الشوكولاته حتى تطلع لي شوكولاته حلوه جدا مع تقديم، سواء كان في العيد او مثلا في المناسبات. عندي اللي هو ترافل الشوكولاته يؤكل لطيف جدا. هنا عندي حناخذ طبقه من الكيكه هذه، كيكه بالشكل هذا القوام تاعها. هناخذ نرصها في الطاجين. بسم الله. من الاطباق السهله والبسيطه من ابتكار المطبخ الليبي. هنا ممكن نسوي السطح بالملعقه، نرص ونسوي سطحها بالملعقه، خليها كلها على مستوى واحد. الكرات طبعا بالشكل هذا نلفن، يا اما حتى بقوالب السيليكون، يبدا مدورات، نحط قوالب السيليكون رصن وندخل الثلاجه شويه وبعدين نطلعهن، او ممكن على شكل كرات بالشكل هذا. كوره نلفها في يدي، مثلا بنقص المكسرات حسب الرغبه، تجي حتى بالتمر، بس تجيب جوز الهند، تجيب اي انت اللي موجود عندك في البيت تقدر تستخدميه. هنا ندير الكرات، بعد ما نكمل الكرات حندخل هذا شوي في الثلاجه ونعود لكم من جديد ان شاء الله. مرحبا بكم، عودناكم من جديد في وصفه اخرى اللي هي باي البطاطا. باي البطاطا عباره عن بطاطا نقطعوها بشكل تو نوري لكم. وعندي هنا دجاج، صدور دجاج قطعتها رقيق باليد، مش مفروم بالماكينه، لا حي مفروم باليد رقيق، وممكن بدلوه بالمفروم بتاع اللحم او حسب الرغبه. عندي البهارات، هنا عندي بهارات دجاج، وعندي شويه من الكركم، حناخذ نصف ملعقه من فلفل احمر وربع ملعقه من البابريكا، وعندي توم حتى هو فريش، وعندي بصل مقطع حتى هو عباره عن مكعبات صغيره، وهنا الاضافه الاخرى ممكن نضيفوا كزبر اخضر او شبت، وعندنا سمن، وعندنا الملح، والهريسه الليبيه نضيفوها بعدين. الطريقه اللي هي البطاطا انا غسلتها وقشرتها تحتها بالشكل هذا. عندي البطاطا، حنقطع البطاطا ندير لها قاعده. بسم الله، بحيث انها تجلس عندي بالشكل هذا. نحفرها بالملعقه صغيره بشويه، نحفروها باش نديروا فيها تجويف. هيدا عندك تجويف بالشكل هذا اللي هي حتبدا عندي نسميها ناباي البطاطا. البطاطا حنستخدموا القلاية هوائية، حنديروا لها زيت. عن تاعنا فرشناه ورق زبدة، أو ممكن حتى خلوه كيف ما هو، لأن في صفاي والقاعدة اللي لوطة أي شيء ينزل نسحبوها ونغسلوها. القلاية هذه استخدامها سهل وبسيط، ولها عدة مواصفات. طيب بطاطا، وطيب الدجاج واللحوم، وحتى الحلويات الكيك، والإناء بتاعها واسع، سدها يعني واسعة. هنا طبعا وأيضا سهلة اللي هي التنظيف، يطلع بروحها، واللي لوطة أي سوائل ينزل يشيلون ويغسلوهم. طبعا مع تنظيفها من وقت إلى آخر وفر علي الوقت والجهد، وهي من كركماز من زكريا هوم. عندي هنا البطاطا متاعنا، حنحط البطاطا تمليح نملح بعدين، نحطوا فيها قطع البطاطا، بس ديما نخلوا فيه ساعة باش التحمير يكون كويس. هنستخدم بخاخ صحي اللي هو زيت الزيتون. تو حطيت البطاطا ونشغل الآلة نتاعنا. طبعا الآلة فيها مميزات، فيها 8 برامج. أنا طبعا حطيت البطاطا، بنختار البطاطا عندي نقدر نزر تطلع عندي اللي هي البطاطا، نحط درجة الحرارة هنا البطاطا بالشكل هذا. هنخليها نطيب البطاطا. طبعا فيها يجون الدجاج، وفيها ضلوع البقر، وفيها الأسماك، وفيها السي فود اللي هي ثمار البحر، فيها كيك، وفيها بيتزا، فيها ما شاء الله يعني 8 مواصفات أو 8 برامج تطيب لي وأنا متريحة. هنا عندي بعد ما حطيت بطاطتي، بين ما طابت البطاطا حنحط اللي هي الحشوة متاعي. الحشوة اليوم اخترتها بالدجاج، لأن الدجاج يعني خفيف ولذيذ، وخاصة احنا في شهر رمضان نبغوا ناكلوه. أغلبية وصفاتنا في رمضان حتكون بلحم الخروف أو البقر، فنوعه ندخلوا الدجاج معانا حتى هو خفيف ومفيد في نفس الوقت. هنا حنحط الطاوة متاعي على النار. الطاوة متاعي حتى هي من جرانيت من كركماز من زكريا هوم، حتى هي لها مواصفات رائعة جدا، ثقيلة وتتحمل درجة الحرارة. هنا ولعت عليها نخليها تسخن شوية. ديما من الوصفات في الطهو اني نخلي الطنجرة ولا الطاوة متاعي تسخن شوية، اول شيء باش ما يلصقش، وثاني شيء باش حتى تعطيني لذة في الطعام. يعني ملعقة صغيرة من السمن، حناخدو عندي زيت حنحطوه حتى هو عليه تقريبا ملعقة كبيرة، وبعدين نحطوا البصل نتاعنا ونحطوا جزء من الثوم. الدجاج مفروض يتبل يعني من اليوم اللي قبله او حتى قبلها بساعة، بس انا حبيت نوريكم تتبيل الدجاج. الدجاج حنتبله ببهارات الدجاج، وحنتبله بشوية فلفل حار
نضيف له شويه كركم، نضيف له شويه من البابريكا المدخنه، ونضيفوا له اللي هو شويه ملعقه صغيره من طماطم العلبه، وهذا اختياري ممكن نشيله. عندي هنا المعدنوس والكزبر في الاخير بكي لما يطيب الدجاج حنكه به. عندي الملح حتى هو هنخلطه مع اللي هو تنكيه الدجاج. عندي هنا الطاجين بدا يسخن، حطوا ملعقتين بس من الزيت، من مش كتر الدهون. هنحطوا ملعقه صغيره من السمن. هنا حنتبل الدجاج قدامكم، ملعقه كبيره من الخل باش نشيلوا اي رائحه غير مرغوب فيها، وايضا نعقموا الدجاج. ملعقه كبيره من دبس الرمان تعطي نكهه حتى هي. ملعقه مليانه صغيره من بهارات الدجاج، نص ملعقه من الفلفل حار، وربع ملعقه من الكركم، نص ملعقه من البابريكا المدخنه. هنحط الملح، وعندي ملعقه صغيره من طماطم المعجون. هنخلط كل المقادير. هنا في مثلا اللي يتبل في الدجاج لما يحط التبله كلها، بس انا مفضله هيك باش كل النكهات تاخذ من بعضها والخواص تدخل فيه الدجاج يمتصها بسرعه. انا هيك ممكن هنا تتبليه اليوم اللي قبله وتغلفيه وتدخليه للثلاجه حتى مده يوم كامل ياخذ من نكهات، او حتى ساعه او ساعتين. انا حنغسل يديا، نجي نضيف البصل، ملعقه كبيره من الثوم، نضيفوا شويه من الملح لاني ملحت الدجاج، نضيف شويه من الملح. هنا نخلوا البصل يدبل شويه ان شاء الله، ونعود لكم من جديد. رجعنا لكم من جديد. هنا البصل عندي دبل، هنضيف عليه الدجاج. وعادة هنا الدجاج واللحوم باش تفكك ضروري نرفع درجة الحرارة، يعني حنغير على الرصدة. ممكن الإضافات الأخرى نضيفوا بازيلا، ونضيفوا جزر، نضيفوا بطاطا مقلية، هذين كلن حسب، أو بطاطا مثلا قليتها في القلاية الهوائية مكعبات حتى نضيفها في الحشوة، هذين كلن يرجع للأذواق وحسب الرغبة. هنا حنشوف القلاية الهوائية بتاعتنا، شوفوا البطاطا بالشكل هذا، القلاية الهوائية لون التحمير، خليها تحمر شوية، وخلوا الدجاج متاعنا يطيب، وإن شاء الله بعد الفاصل نعوده من جديد. مرحبتين بكم، عودناكم من جديد. نحن الحشوة هنا عندنا طابت، حشوتنا كانت دجاج حطيتها على النار، خدت تقريبا حوالي 20 دقيقة. ضفت لها البازيلا، ونضيفوا لها ممكن بطاطا مكعبات مديورة في القلاية الهوائية، أو أي نوع من الخضروات، باذنجان، كوسة، جزر، أي مثلا إضافات أنت تحبين. هنا حنضيفوا اللي هو الزيتون، والكمية اللي ترغبوها أنتم، نضيفوا عليها كشيك هريسة ليبية، والحار والمذاق هذا كله يرجع لرغباتكم. هنا ممكن نضيف حتى جبنة، بس أنا الجبنة حنديرها في البطاطا وحنديرها فوق البطاطا. تو نشوفوا البطاطا متاعنا تمام 100% ما شاء الله. البطاطا بتاعتنا بالشكل هذا تحمرت. أنا فيه طبعا كانت عندي جزء وطلعتها، هذا الجزء الآخر هنطفوا على القلاية الهوائية بتاعنا. إن شاء الله يعني مريحة وصحية في نفس الوقت، ما أخذتش مني لا قلي زيت ولا قلي مثلا كترنا زيت ولا كترنا فيها دهون. كانت عبارة عن رشة بسيطة من زيت الزيتون عليها، حطيناها في القلاية الهوائية. القلاية الهوائية هذه ممتازة، فيها 8 برامج، يعني أي شيء أنت ترغبيه تطيبي فيه. القلاية هذه لها ميزات، إنها طبعا سعتها كبيرة، وأيضا الحرارة متاعها ما شاء الله، يعني طيب لك الأشياء كيف ما تبي أنت وترغبي. هي طبعا من زكريا هوم، اللي هي من الكركماس. بسم الله. أنا حنحشي، هنديروا شوية من الجبنة لوطة، هنحطوا حشوة من الدجاج. الحشوة حسب ترغبي أنت، ممكن دجاج، ممكن مفروم، قلنا حسب ما ترغب ربة البيت. أنا حنطلعوا بطاطتنا هذه، أو ممكن حتى نخليها هنا ونحشي وبعدين نرجعها من جديد باش تذوب عندي الجبنة. أنا نحشي تو كم وحدة، ندخلها في القلاية الهوائية ونرجع لكم من جديد إن شاء الله. مرحبا بكم، عودنا لكم من جديد. تو هنا بطاطتنا حطيناها في القلاية الهوائية بعد ما درنا لها جبنة. طلعوها، بسم الله، سهلة وسريعة. افتكينا من عنان القلي، والقلاية مجرد ما نكملوا طبعا نشيلوا اللي فيها ونغسلوها ونشفوها. هذا باش نحافظ على أدواتي وتقعد عندي فترة طويلة.
أنا استخدمت قلاية من الكركماز من زكريا هوم، كانت قلاية مميزة جدا، لها 8 برامج مفيدة وأيضا عملية، فيعني تريحك في المطبخ بكل جدارة. أنا عندي الكيكة متاعي هنزينها بالجناش. كيف نضرب الجناش؟ عندي الجناش لها عدة طرق. ممكن لو في كريمة فريش نسخنها شوية ونضيف عليها مثلا الشوكولاتة الخام أو الأكواب، لكننا حندير طريقة سهلة وبسيطة اللي هي حناخد قشطة علب هنحط منها. عندي هنا شوكولاتة الأكواب، ممكن شوكولاتة مذوبتها على حمام مائي تمشي حتى. هناخد شوكولاتة هنخفق اللي هو الجناش متاعي، يعني حيكون الخفق كله على البارد. هذه التغليفة سهلة وسريعة وتنفعك في كيكات، تنفعك في مثلا حتى على المهلبية، على الكستردة، تمشي جميع أنواع الحلو. هنا حنلاحظوا إنها كيف اللي تخرزت، ما تخافوش منها، بالعكس هذا هو نجاح الجناش. كل ما تضربي كل ما يعطيني اللمعان. سرعة الخفق وقوته هو اللي يعطيني نجاح الجناش. هنا حنزين كيكة متاعي بالجناش. ممكن نحط البندق لوطة وممكن نحطها رشة فوق اللي هو الجناش. هنا بعد ما نكمل حندخلها للثلاجة شوية، إن شاء الله بعد الفاصل نعاودوا إطباقنا من جديد. مرحبا، عودنا لكم من جديد. تونا بنزين الكيكة. عندي هنا البندق حمصتها وهرشتها، هنزين بكيكة متاعي، والتزيين حسب الرغبة. ممكن تخلوها سادة، ممكن تزينوها بأي نوع أنتم ترغبوا. هذه كيكتنا درنا منها بالشكل هذا في طاجين، وعندنا الكيكة درنا منها على شكل كرات، ممكن إن نديروها في قوالب السيليكون، يعني كلها حسب ما ترغبي أنت. أنا عندي الوصفة اللي هي المالح، كانت اللي هي باي البطاطا. هي عبارة عن بطاطا طبعا قطعتها وشفتوها، حفرتها بالملعقة بتلكم وحطيناها في القلاية الهوائية، بخيناها بزيت زيتون، وحشيناها بالدجاج اللي درنا مقاديره، اللي هو كان عبارة عن صدرين من الدجاج، قطعت المكعبات، درت لهم خل وليمون، وبعدين تبلتهم بالتتبيلة شفتوها حتى هي عبارة عن فلفل بابريكا وبهارات الدجاج، فلفل حار، شوية كركم، شوية طماطم معجون، وضفنا لها اللي هو الملح، حطينا زيت وسمن وشوحنا فيه الدجاج متاعنا، ضفنا لها بازيلة كانت مسلوقة. البازيلة طبعا من البقوليات حتى هي في موسمها تؤخذ، وطبعا نقشروها وبعدين نحط، ممكن تغليها بمية وتسلميها بالمية الباردة بتفرزيها، أو ممكن حتى نفرزوها كيف ما هي عادي تطلع لك خضرة. هذا بالنسبة لي وصفة اليوم اللي هي باي البطاطا، وعندنا الكيكة اللي درناها. سؤال حلقة اليوم اللي هو شنو اسم الكيكة اللي اليوم درناها؟ يبقوا اسم الكيكة اليوم درناها، أنا قلتها في بداية الحلقة طبعا، واللي جاوب الإجابة الصحيحة حتكون في جوائز مقدمة من زكريا هوم. اللي عارف الاسم الوصفة صحيح يتحصل على جائزة من جوائز زكريا هوم. هنا حنقص الكيك، هناخد قطعة من الكيك. كيكة جميلة جدا ورائعة جدا، تقدم مع فنجان قهوة أو النسكافيه. هذين وصفاتنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم، ونتمنى لكم إن شاء الله صياما مقبولا وأفطارا شهيا. ومع تحياتنا الشيف سما كرغلي وزكريا هوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جاية من برنامجكم أصول المطبخ الليبي. إلى اللقاء.